السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سالم طارق، والنهارده معانا درس جديد. واولا انا بعتذر على التاخير اللي حصل ده، بس مش بإرادتي والله، كنت بضيع حاجات. المهم هنرجع نسجل، يا اما هيكون في فيديو كل يوم يا اما فيديوهين كل يوم، انتوا اختاروا. دلوقتي ده درس جديد في كورس القلب، وان شاء الله الكورس بتاع كود الالوان، بتاع كود اللون هيتم اعادته من اول وجديد، لان انا اكتشفت معلومات جديده فيه، فهعيده من اوله تاني. المهم كورس القلب احنا رجعنا له. هيكون عندنا دلوقتي احنا اتعلمنا ازاي نعمل تاسك جديدة، نعمل مود تاسكس. وصلنا لجزئية ان احنا نخليه يرن رسالة، ان احنا نخليه يرن مود تاسكس في الاول. المهم دلوقتي هنبتدي نشرح بقى في طريقة كتابة التاسك. طبعا كتابة التاسك هنكتب كلمة جود بالتاسك، وخلينا عارفين ان هي ان اي كلمة بنكتبها ان في الوقت. بعد كده اسم التاسك اللي احنا هندخله هنا، بعد كده كلمة function، بعد كده الفانكشن قصدي. الفانكشن ده اللي هو الحاجة اللي هو هيرنها أول ما نبدأ التاسك دوت. أول ما نحط اسم التاسك دوت دي، زي مثلا لما نكتب هنا، أنا آسف، زي ما نكتب هنا جواب، زي ما قلنا دي طريقة عشان نرن تاسك معين. طبعا هنا هيطلع لنا غلطة، تاسك بدون تاسك ستارت. أنا محفظتش الملف، أنا آسف، أهو الملف كده اتحفظ أهو. نجرب تاني. طبعا دي الرسالة هتطلع لو حطينا اهو، هو طبعا لك ستارت وفينش لان هو ملقاش حاجة اصلا. هنيجي على الجواب دوت، نيجي بقى نكتب هنا اي حاجة، هنا بقى في فانكشن اي حاجة بنكتب قبلها جلب. دي حاجات اللي اتحملت في وسط ملف الجلب اللي احنا محملينها في الاول، زي الملفات اللي محملينها، انا اسف، الملفات اللي محملينها هنا اهي. فاي حاجة بنكتب قبلها جلب فهي متحملة في وسط الجلب. اي حاجة بنكتب اسمها اسم الفاريبل اللي احنا هنعمله هنا عشان احنا نعرفه هنا. في عندنا اول حاجة في الجلب اللي هي السورس src، ودي بتعمل نفس عمل السورس في ال HTML هنا، ان هي بتدينا مكان السورس بتاع الحاجة. فالسورس دي عاملين قوسين اهم، بعد كده بنقوم حاطين ما بينهم اهو، بس نبقى حافظين كل حاجة نبقى عارفين ايه هي من قصدي كده اهي. فبنكتبها بعد كده بنقوم كاتبين كده، ده لو عادي، ده لو هنكتب السورس طبيعي. انا مش هنكتب السورس طبيعي، انا هعرف قدام شوية ايه هو السورس مش طبيعي، فبنكتبه من غير دوت كوت، من غير ما نكتبه من غير كوت. صح، نقدر نكتب دبل كوتس، نقدر نكتب سنجل كوتس او دبل كوتس عادي، مش هيعمل معانا فرق. فهنا في النص بنكتب المسار. لو كتبنا حاجة بعد كده احنا عاملين بعديها سلاش، فده معناه ان ده فولدر. لو كتبنا حاجة بعدين كتبنا بعديها دوت، ده معناه ان هي هتبقى ملف اكستنشن معين، لازم نديها سلاش، يعني لازم نديها سلاش زي ما هنقول ده اهو. لازم لما نديها سلاش معناها هنقول فولدر، معناها ان ده كده هتبقى بالسلاش. اما فايلز هتبقى بعد الدوت، يعني نكتب الاسم بعد نكتب الدوت. بنكتب اسم الملف اللي احنا عايزينه، نقدر نكتب اسم الحاجة اللي احنا عايزينها، او نقدر نحط نجمة. ونجمة والاستريك دي معناها all معناها الاستريك، يعني اول ما نكتب نجمة معناها احنا بنقول له كده. يعني مثلا هنا كده لو قلت كده انا بقول له تعال في ملف CSS دوت فولدر سيلكت CSS، وابحث عن حاجة اسمها CSS. طبعا احنا عندنا مثلا نقول له مثلا ستايل CSS، فهيدور مثلا. انما لو قلت له كده نجمة، فهو هيدور في كل الملفات اللي جنبه على فايل اسمه style.css، ما يلاقيه. وما يلاقيه هنفذ الحاجة اللي احنا هنختارها كده. طب عايزينه ندور على حاجة، عايزين ندور على اي حاجة الاكستنشن بتاعها CSS. مثلا زي ما احنا شايفين هنا عندنا style.1 style.2 style.3، فهنقوم برضه حاطين بعديها نجمة اهو. برضه كده احنا بنقول كل الفولدرات اللي عندك
اي فايل يكون الاكستنشن بتاعه سي اس اس. طب الحاجه التالتة ودي مش تبقى معقوله ابدا، احنا هنعمله كده اهو. وبكده انا بقول له الفايل اللي عندك، الفايلات اللي عندك، اي الفولدرات اللي عندك، اي فايل باي اكستنشن هتعمل فيه كده. ودي طبعا استحاله تستعملها، انا عن نفسي مستعمل، انا شخصيا مستعملتهاش لغايه دلوقتي خالص، لان دي يعني مش حد يستعملها يعني. ممكن نستعمل دي، ممكن نستعمل دي، بس مش ممكن نستعمل دي. نستعملها دي يعني عشان نستعمل التلاتة مع بعض. فكده احنا كتبنا السورس ونقوم حاطين له دوت، بعد كده ونقوم حاطين له دوت. بعد كده في عندنا التانية اللي هي جلبة بايب. والجلبة البايب دي بنستعملها عشان لو هنركب بلجنز على الجلد. احنا زي ما قلنا الجلد بنركب له بلجنز اللي تقدر تضيف له الفانكشناليتي بتاعته. فبايب دي بنستعملها عشان كده. بنكتب اسم البلجن هنا، هنعرف ازاي كل الكلام ده كله. في عندنا تالت واحدة اللي هي جلبة دوت ديست. ودي شخصيا تعتبر بايب عندي كده، هي نفسها بايب. مثلا ممكن نجي هنا اهو كده ونقوم قايل له دوت اس سي اس اس بلاش مثلا، وهنيجي نقول سي اس اس. بعد كده اي حاجة سي اس اس اهو. دي الله اعلم اذا ممكن تشتغل ولا لأ. دي انا معرفش كنت تشتغل ولا لأ. وهنا بيقولن في غلطة. المهم يعني undefined يعني، وهتلاقيها ديت يعني. هو انا كنت فاكرها حاليا دلوقتي، بس المهم ان احنا عارفين ازاي بنشغلها. ممكن نشغلها برضه باللغات. المهم هنجيبها المرة ان شاء الله. في النهاية كده طبعا مفيش حاجة تقدر تشتغل دلوقتي، احنا مش عارفين. عندنا الامر الرابع اللي هو والاخير اللي انا عارفه اللي هو الابلود واتش. وده بيخلينا نقدر نتفرج على الملفات دي، على التعديلات اللي بتحصل في الملفات ديت. مثلا دي ما هتحصل. ده اخر امر هنشرحه، او اخر امر هنشرح له اخر استعمال. بعد كده هنقول دوت كونسول دوت لوج الو خلاص اهو. تمام جايبين اهو. دايما في الملفات العالمية بتعمل كده. نقول التاسك نعمل تاسك بس ماتش فانكشن و نجيب برضه واتش. طبعا نركز في الواتش ده لان هو امر مهم جدا. لو عاملين كده اهوت، امر الواتش ده بياخد بارامترين. واحد فيهم بيكون array، واحد فيهم بيكون array string of array of strings قصدي، والتاني بيكون السترينج ده احنا حاطينه. الواتش دوت هو بيعمل مراقبة لملفات في مسار معين، فبنحط له المسار اللي احنا عايزينه. طبعا هي ملهاش دعوة بالسورس ديت، لازم نحط السورس ده، لازم نحط له كده اهو مثلا. بعد كده هنيجي اسم التاسك، هنعمل تاسك ستارت، فهنقول له ستارت. عادة لما بنخلي الواتش ده يبقى هو القايم بالملف كله هنعرفه زي قدام شوية. بعد كده هنخلي دوت كده نقول له واتش. سايبينه نيجي جايبينه الوان بس انتر. هيشغل الجلب اهو، ابتدى يعمل واتش. تقول لي لما خلصت هقول لك هو كده مش هادي التعديلات اللي في الملفات هنا. تعالى نعمل تعديل في الملفين.
مثلا في ده نروح ماسحين الامبورت دوت، نعمل له سيف، نيجي نقعد. وطبعا هنخرج غلطة لأن كونسول جرب لوج مش معرفة بالنسبة له، يعني تمام. يعني كونسول لوج مش معروف بالنسبة لي، لكن في حاجات شبهها معرفة، في حاجات شبهها متعرفة بالنسبة له هنقولها بعدين. ممكن نمسح، ممكن عشان نظبط الصوص كده نطلب ونلو كده. وفي البتاع ده أنا في الواتش أنا بديله تاسك معين يعمل له ران كل ما يحصل تعديلات، كل ما بيعمل التاسك اللي هنا ران كل ما يحصل تعديلات في المسار اللي هو اللي أنا حاطه هنا. على سبيل المثال طبعا أنا هنا ده عم سيف، شوف اللي حصل اهو، قالك خلينا هلو ورجع تاني عمل. ده اللي بيحصل كل مرة احنا طبعا اللي بيحصل في الخلفية بيحصل في الخلفية ما جربناش في حاجة. المهم ان هو بيعمل اللي احنا بنقول عليه زي ما احنا شايفين اهو. اي ملف هنا يحصل في تعديل اهو، اي ملف دي يحصل في تعديل هيرن التاسك الستار ده، التاسك الستار ده، واي حاجة مكتوبة فيها هيعمل، واي حاجة مكتوبة فيها هيعملها. واحنا هنا دوت واتش ونحط له الملف اللي عايز يعمله على الواتش، هقول له CSS، هقول له اي حاجة هنا بنستعمل مصادر حاجة عند HTML. ممكن لو تشوف طبعا نقدر نحط نفس التصل في معاني مش هيحصل حاجة اهو. موقفينه طبعا احنا اي تعديل بنعمله في النص الجدول مش مشاهدته، لو الجدول مشغل واتش وكده لازم نوقفه مع شغل تاني. هعمل واتش، هنرجع مثلا هنا المسافة اللي هنا ونعمل له سيف فاهو عادي. ودي كانت أوامر الجلد الأساسية اللي هي موجودة في أصلا أو جزء منها، إن هي أوامر كتيرة. إن شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ الفانكشناليتي الحقيقي، هنبدأ نعمل حاجة فعلا. نبدأ بأول حاجة واللي بإذن الله مش هتخلينا نبقى محتاجين للإكزامب لو احنا شغالين أيا كان فرونت إند أو باك إند، مش هنحتاج للإكزامب أو اللمبة أو الكلام ده كله، مش هنحتاج ننزلهم على الجهاز، يعني هنختزل مساحتهم ونخلي الجلبة هو اللي يعملها إن شاء الله. أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.